أهلا يا برج العذراء، تعالوا نشوف الفترة اللي جاية دي الأحوال المادية والعملية من يوم 20 فبراير لحد 10 مارس. يلا بينا. برج العذراء. يلا يا برج العذراء. بص، واضح ان انت الفترة اللي فاتت دي كنت بتحاول يعني بتتعرض لضغط مادي رهيب. كان عندك مسؤوليات كتير، حمول كتير. كان ممكن تكون عملت مجازفة مادية، يعني تقيتك او خلت عندك حمول او هموم كتيرة ماديا في الفترة ديت. ممكن كنت بتبتدي مشروع، المشروع ده كان مصاريفه كتير قوي، فالدنيا كانت تقيلة عليك. المهم يعني في النهاية يعني انت كنت بتتعرض لضغط مادي كبير قوي وعادي، يعني اللي هو ما كنتش قادر، كان في مسؤوليات كتير، كان في حمول كتير، التزامات كتير. بس المهم يعني الفترة اللي جاية دي آه واضح ان انت عندك سفر. السفر دوت يعني انت تعرضت الفترة دي برضو لاستغلال او ابتزاز مادي قوي من شخص معاك في العمل، او شخص بيعوق مصالحك، ممكن في العيلة، ممكن في العمل، ممكن مدير واحد بيبتز الناس ماديا وعاطفيا، حد مخادع انتهازي. آه، بس هو ده كان بيعوق مصالحك. ممكن يكون كان الشخص دوت مش من نفس بلدك، من مكان تاني غير المكان اللي انت فيه. وهو دوت اللي ادى ل عمل لك مشكلة. ده اكتر واحد سبب كان عامل لك عائق في حياتك يعني. آم، ممكن يكون كان في مشكلة معاك، يعني كان في مشكلة مع حد مثلا، وده وقف عائق فيها. او انت وفي طاقة تانية ان اللي ساعدك الفترة دي كان شريك او حبيب او حد في بينكوا اخد وعطا. آم، آم، بس انت يعني الفترة انت واضح ان انت عندك سفر. السفر دوت لان انت لقيت ان انت خسرت كتير الفترة اللي فاتت دي. فلوس، خسرت فلوس بسبب شركاء، بسبب حاجة كان القدر مخبيها لك، بسبب حد عاق مصالحك. ممكن ممكن شريك. بس انا اللي شايفاه ان يعني الطاقة الاكبر ان الشريك او الحبيب هو اللي ساعدك ان انت تتخطى المرحلة دي. آه، وممكن يكون في طاقة تانية ان الشريك كان هيساعدك، بس في حد وقف لك في الموضوع، في حد كان هيساعدك. ممكن يكون مش لازم شريك، ممكن حد من العيلة، سول ميت ليك، حد قريب منك، بس في حد وقف لك فيها و... وأدى الموضوع ان انت خسرت مادة كتير او خسرت فلوس كتير او كده. وابتديت انت دلوقتي، بما ان انت شخص مسؤول يا برج العذراء، انت ممكن تكون بتفكر تسافر. بتفكر تدي ظهرك بقى خلاص للي فات، وممكن يجيلك عرض سفر فعلا، يا اما انت مسافر اوريدي، دي حقيقي. آم، بس وبتشوف مستقبلك، لان انت شخص عندك عيلة او عندك اسرة، عندك مسؤوليات كتير، ناس بتبص عليهم. في حاجة داخلالك يا برج العذراء الفترة ديت. آه، هتبقى خلاص الفترة اللي فاتت دي عدت خلاص، المشاكل والأمور المادية خلاص. انت الفترة اللي جاية دي هتبقى مغناطيس للمال. خلاص هتبقى مغناطيس للفلوس، وهيجيلك وهيبقى فيه عوض، لأن في حاجة داخلالك قريب وانت واقف مستنيها. آم، بس وفي حد كمان هيساعدك ماديا، لو انت في منتظر مساعدة، هي هتجيلك مساعدة مادية من برج ترابي. الأبراج الترابية تور، عذراء أو جدي، حد هيساعدك بيه من برج ترابي. وممكن يكون الأبراج الترابية حاجة يعني يعني كتيرة في الدايرة الفلكية بتاعته، الخريطة الفلكية بتاعته. بس المهم ان هو شخصية ترابية او عنده سمات الشخصية الترابية. المهم خلي بالك، خلي بالك من الاستغلال المالي، لان انا طالع عندي ان ممكن تستغل ماديا. فخلي بالك من الاستغلال ده.
وخلاص يعني انسى بقى الفترة اللي فاتت دي. الفترة اللي جاية هيجيلك فلوس كتير، هتبقى مغناطيس للمال، وفي اوريدي خلاص انت في حاجة واقف مستنيها داخلالك. آم، بس يا برج العذراء، هي دي أحوالك المادية من يوم 20 فبراير ليوم 10 مارس إن شاء الله. يلا قولولي رأيكم في التعليقات في القراية، وباي باي.